ممكن قوي قوي ان العيان يتخلص من القسطره. موضوع احتباس البول وتضخم البروستاتا، ربنا ما يحكم على حد. البروستاتا لما تكبر قوي والعين يكبر في السن قوي بتبقى المثانه مش قادره على الانقباض قوي، والبروستاتا تحكم على مجرى البول وتتحكم فيه جامد. ممكن يحصل ان البول ما ينزلش خالص وما يبقاش قدام حد حاجه ان احنا نحط قسطره، والقسطره دي احيانا بتقعد شهور وبعض الناس بقى لها سنين، وبتعمل مشاكل وبتعمل التهاب في المثانه والتهاب في قناه مجرى البول. والحقيقه بتبقى الحياه يعني الحقن بالاشعه التداخليه قد يكون حل لهذا الموضوع. طبعا الناس دي ملهاش جراحات، ف اذا قدرنا ان احنا نعمل اشعه تداخليه عن طريق ان احنا نصغر حجم البروستاتا عن طريق حقن شريان البروستاتا، فممكن قوي قوي ان العيان يتخلص من القسطره. والحقيقه دي بتبقى مفاجاه وشيء يعني احدى المنافع الكبرى لموضوع الحقن البروستاتا بالاشعه التداخليه، لان مفيش حل تاني. والحقيقه نسبه النجاح في مثل هؤلاء المرضى 30%، وده مش عدد مش قليل بالنسبه لحاله ما هياش ليس لها اي دليل او اي طريقه اخرى للعلاج. فاحدى المميزات اللي تضاف لموضوع حقن البروستاتا الا وهو ان احنا نقدر نتعامل مع احتباس البول بطريقه غير جراحيه. ودايما نفكر في هذا الموضوع، لان الناس وجود القسطره بفتره طويله بتؤدي الى مشاكل جامه لعيانين كبار في السن ما يستحملوش مضاعفتها. شكرا للقسطره التداخليه.